جامعة فلوريدا نشرت تقرير طبي هام جدا. قالت إن في بعض الأطعمة يجب أن تتجنبها عشان تحافظ على صحة الكبد. هي بتقول إن الكبد من أكبر الأعضاء الحيوية في الجسم وأكثرها تعقيدا، لأنه بيؤدي أكثر من 500 وظيفة أساسية، من بينها تنقية الدم من السموم وتخزين الفيتامينات والطاقة. بتقول ايه الأطعمة اللي ممكن تسبب ضرر للكبد؟ بتقول مثلا في الفطار انت بتحب تحط حاجات محلاه زي زبادي، بتحليه بالسكريات وزي الحبوب المضاف اليها السكر. هي طبعا بتقول ان ده مش فطار صحي. الفطار الصحي لازم يبقى طبعا في الفواكه الكامله والمكسرات النيه، ويبقى فيه خبز مش ابيض. كمان هي بتتكلم على اللحوم المصنعه زي اللحوم البارده. كل اللحوم المحفوظه خطر جدا على الكبد وبتزيد العبء عليه. وقال لك لازم دايما اما تيجي تاكل فراخ مشويه منزوعه الجلد او عدس وبقوليات. وايضا بقى حتى كمان هو بيشير الى حاجه مهمه قوي، ان العصائر اللي بتبقى مكتوب عليها طبيعيه 100% دي بتبقى يعني عاليه السكريات جدا، وبتساعد الى سرعه دهون الكبد. اما بقى الحاجه اللي هم بينبهوا عليها جدا، بيقول لك ان جميع الاطعمه المصنوعه من الدقيق الابيض زي الخبز الابيض او المعجنات او البيتزا، فدي بتسبب ارتفاع سريع جدا في مستوى الانسولين، وبتساهم في تخزين الكبد، تخزين الدهون في الكبد. طبعا بقى الاخطر من كده الشيبسي والبسكوت والمقرمشات. وقال لك يعني انت لو عايز تتسلى كل لوز ني او فشار بدون زبده او حمص. وبعدين بيحذر بقى من الزيوت المكرره اللي هو زيت دوار الشمس وزيت الذره. هو بيقول لك خد بالك، اهتم بالكبد لانه ده يعني عضو مهم جدا، وتجنب الاطعمه المصنعه والسكريات المضافه والزيوت المكرره.